الحمد لله رب العالمين، خلقنا ونحن عبيده، ونحن على عهده ووعده ما استطعنا. نعوذ بالله من شر ما صنعنا، نبوء له بذنوبنا، نقر ونعترف بتقصيرنا. جئناك يا ربنا حاملين لآثامنا، مقرين بأخطائنا، واقفين ببابك، لائذين بجنابك، نطلب منك عفوا وصفحا. فانظر إلينا بعين رحمتك ولا تردنا خائبين. من الذي جاءك فرددته؟ من الذي استعان بك فأخزيته؟ بابك مفتوح، كرمك مبذول، عطاؤك يا سيدي بدون حدود. أشهد أن لا إله إلا الله، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يهيمن على هذا الكون وحده، يسيطر عليه بمفرده، فلا إرادة لأحد قبل إرادته، ولا اختيار لأحد قبل اختياره، ولا حكم لأحد قبل حكمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. أخي الكريم، ربنا يعاملنا بالمحبة. نخطئ فيعفو، نذنب فيصفح ويتجاوز. الله يعاملنا بالحب، جعلنا مسلمين، جعلنا من أتباع خير دين وأعظم ملة، فقال في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربنا أنعم علينا بأن أنزل إلينا القرآن الكريم دستورا لنا، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ربنا أنعم علينا بأن أذن لنا في الدخول إلى بيته والجلوس في حضرته والاستماع لآياته، وحرم من ذلك الكثيرين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة. نبينا جاهد في سبيل الله فما توانى ولا تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه إلا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه أبى إلا الوقوف على قدمه الشريف حتى تفطر. كان يقوم الليل وتقول له زوجته: هون على نفسك. كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله هون على نفسك، لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أليس غفران الذنوب نعمة تستحق الشكر؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نبينا معشر الإخوة الكرام أخرجنا من الظلمات إلى النور، أجاب عن كل سؤال محير. بعث نبينا إلى مكة، ومكة ما مكة، كانت دار خمر ولهو وعبث ومجون، كانت بيت زنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم،
كانت القبائل متناحرة متنافرة، كانت الحرب تقام وتندلع لأتفه الأسباب، كانت الحروب تستمر سنوات وسنوات وعقود من أجل شاه أو من أجل أمر تافه حقير. فجاء النبي أخرجهم من هذه الظلمات، وصف الدواء. نبينا جاء والقلوب مختلفة في جزيرة العرب فألف بينها. جئت يا رسول الله، جئت والخلف علة لقلوب أكلتها الأحقاد والبغضاء، فوصفت الدواء إكسير حب عنصراه تناصر وإخاء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. معشر الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، لا يمكن لأمة أن تنزل عليها البركات أو أن تكون أرضهم أرضاً مباركة أو يستحقون النصر. دائماً الحق في صراع مع الباطل، ولا يمكن للمسلمين أن ينتصروا إلا إذا كانوا إخوة متآزرين متعاونين يداً واحدة كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك أردت اليوم أن أقف معكم مع هذا الحديث الشريف، وصية جامعة لننال البركات، لنعيش على ما يرضي الله في بركة وفي مظلة العمل الصالح. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ سؤال مهم. حمل هذا الرجل هذا السؤال الهام إلى طبيب القلوب ومعالج الأرواح، النبي المتصل بالسماء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن أمسك غضبه، أسكت غضبه، تحكم في نفسه وقت الغضب، ستر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. هذا الرجل الذي يكظم غيظه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل.
كما يفسد الخل العسل. حديث مهم. ذهب الرجل إلى النبي، اختار طبيبا مبدعا، طبيبا يعلم الداء والدواء، طبيب يعلم ما ينصلح به حال هذه الأمة. فقال له: يا رسول الله، أخبرني، علمني، أي الناس أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أخي الكريم، هل يوجد أعظم من محبة الله لك؟ نحن كلنا بعد أن آمنا بالله وبرسوله نسعى لننال هذا الشرف العظيم، أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى. محبة الله نزول للرحمات والسكينة ووضع للقبول في الأرض. أخي الكريم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا يوجد أعظم من محبة الله لك. انظر إلى الحديث: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا يوجد أعظم من محبة الله. إن الله إذا أحب فلانا، إذا أحب عبدا، نادى في السماء: يا جبريل إنني أحب فلانا، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على أهل السماء: إن الله يحب فلانا وأنا أحبه فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. تجد القلوب تشتاق لرؤيته، تسعد بلقاء هذا الرجل الذي يحبه الله. كيف تكون محبوبا عند الله؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. من يقدم الرأي، من يقدم النصيحة، من يقدم العلم للناس، من يبذل، من يعطي، من يتصدق، من يحسن، من يواسي، من يجامل في الأفراح ويواسي في الأحزان. هذا الرجل أحب الناس إلى الله لأنه ينفع الناس، لا يبخل بما آتاه الله. الأمور ليست بالمادة، بالدرهم والدينار، بالعطاء المادي، بالنقود. أنت قد تمتلك علما، أين عطاؤك؟ أين انتفاع الناس منك؟ قد لا تمتلك شيئا على الإطلاق. أين البشاشة؟ أين بسط الوجه؟ أين لقاؤك الناس ضاحكا متبسما تنشر بينهم التفاؤل. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب الأعمال إلى الله دعوة إلى أن يكون المجتمع لحمة واحدة، متماسكا. أعداؤنا يريدون لنا التفكك الأسري، يريدون لنا انتشار الأحقاد والبغضاء والعداوات بيننا، يريدون أن يشقوا الصفوف. هذا قد اسود قلبه من جاره. لماذا؟ من أجل الصراع على أمر تافه. لو تركه لله لأحبه الله ولأرضاه وأسعده ووفقه
ونجاه من كل سوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. أوقاتك أيها المسلم اغتنمها، حياتك بأكملها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأنت تخرج من منزلك انو بقلبك ليكن حظ أخيك منك 3: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تمدحه فلا تذمه. هكذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سرور يدخله على مسلم أن يكشف عنه كربة من كرب الدنيا مقدور عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا اللي احنا بنستصعبها، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكيف تتقون يوم القيامة؟ تتقي ازاي؟ إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، فكيف تتقون؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. الموضوع بسيط جدا، بس القلوب ترجع إلى الله وتعود إلى المولى عز وجل. تجد الوحي الإلهي ما زال، القرآن يتلى، سنة الرسول موجودة، ونحن نتصارع على الدنيا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تكشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا. من نفس، وفي رواية من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس وفرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. أخي الكريم، الدنيا فانية زائلة، ليس لك فيها من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست من ثياب فأبليت، وليس لك منها إلا ما تصدقت فأبقيت. أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا. الزكاة جعل الله فيها جزء للغارمين المديونين الذين غلبتهم وقهرتهم وأذلتهم الديون. يريد أن يزوج ابنته اشترى بالدين، يريد أن يقوم بإجراء عملية جراحية لزوجته استدان، تكالب عليه الدائنين، يهرب منهم، ليس لديه ما يدفعه لهؤلاء. أين أنت؟ ويا صاحب الدين أين أنت؟ باب من أبواب الجنة مكتوب عليه الحسنة ب10 أمثالها إلا الدين فإنه ب18. أين أنت في صبرك على هؤلاء المديونين الذين لم يعودوا يمتلكون سوى الثياب التي تستر بدنهم؟ اشترى رجلا ثمارا فبليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح مديونا. قال النبي لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تصدقوا. فتصدقوا، جمعوا ما قام الناس بالتصدق به، لا يفي الدين. فقال لصاحب الدين: خذ هذا ليس لك إلا هذا. اصبر على المديون، لا يمتلك حيلة
ولا مالا يدفعه لك، اصبر عليه، اصبر. أين الاحتساب؟ أين الاحتساب عند الله؟ أين المسلم؟ أنت تؤمن بالغيب، أنت تعلم ما عند الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول صفة وصف الله عباده الذين يؤمنون بالغيب. ألا تؤمن بما عند الله من أجر وثواب وجنة عدن؟ ألا تؤمن؟ اصبر، احتسب الأجر والثواب عند الله. الغارمين لهم نصيب في الزكاة. لا يمكن أبداً لإنسان مسلم أن يجلس في بيته يأكل ويشرب ويتمتع وجاره في السجن بسبب دين وبسبب مال. تخليت عن جارك، ليس هذا من أخلاق الإسلام. أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطرد عنه جوعا. جائع في بلاد المسلمين، نعم الآن موجود، لكن في أسلافنا وأجدادنا لم يكن هذا الأمر موجودا. جائع في بلاد المسلمين، يا للعار يا للعار. ليس منا من بات شبعانا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاره إلى جواره أو إلى جنبه جائع. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخي الكريم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله حسبة لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نطعم الطعام ونتصدق، نطعم الطعام على الجائعين والمحتاجين. إنا نخاف حتى نتقي شر غضب الله وعذابه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله بإطعامهم الطعام شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أخي الكريم، إطعام الطعام شيء مهم جدا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. اقرأ سورة الماعون. عدم إطعامك للطعام وعلمك بجارك الجائع أو ذوي رحمك المحتاجون ولديك ما يزيد عن حاجتك في بيتك تكذيب بيوم الدين. القرآن الذي يقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أخي الكريم، فلا اقتحم العقبة. كيف تتجاوز العقبة؟ كيف تمر من عذاب القبر وهول الصراط وأرض المحشر؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
في يوم صعب، في أيام صعبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أخي الكريم، أطعموا الطعام وفكوا العاني وعودوا المريض. ينادي ربنا على عبد من عباده: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فرفضت، لم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أين الإيمان بما عند الله؟ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الأعمال إلى الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. يقصد المسجد المدينة، المسجد النبوي. ومن أسكت غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. إياكم والغضب، الغضب يفقدك عقلك. إياك والغضب على أهل بيتك، على أولادك وذريتك، على جيرانك وزملاء العمل. لا تغضب. الغضب شيء خطير يفقد الإنسان صوابه. حذر منه النبي مرارا وتكرارا. قال رجل: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال له: أوصني ثانية. قال: لا تغضب. قال: أوصني ثالثة. قال: لا تغضب. لا تغضب. لا تغضب. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب جلس كما في الحديث، أو اضطجع، يقوم من مقامه، ينصرف من هذا المجلس. حينما رأى النبي رجلا غاضبا قال: إنني أعلم شيئا لو قاله لذهب ما في نفسه. أعوذ بالله. ينبغي على من يغضب أن يستعيذ، أن يذهب ليتوضأ، أن يعالج الموقف الذي هو فيه معالجة حكيمة. المسلم متزن حكيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن كظم غيظه، أصابك غيظ، استشط غضبا، حبست غيظك في نفسك، ينادي عليك الله: أنت يا من كظمت غيظك في الساعة الفلانية يخيرك الله من الحور العين لتختار كيفما شئت. وملأ الله قلبك رجاء ورضا. كانت هناك جارية عند الحسن بن علي رضي الله عنه، فجاءت تصب عليه الماء من إبريق نحاسي، فوقع من يدها فأصاب جبهته فشجها، جرحه جرحا عظيما. فنظر إليها فقالت له التربية الإيمانية في وقت التعصب والشدة: نأخذ بأيدي بعض. قالت له: يا سيدي، والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة. هذا الجيل الأول هكذا كانت أخلاقهم. ثم يكرر النبي في هذا الحديث الذي نحن بصدده: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له
تخرج مع جار لك، مع قريبك، مع زميلك، مع إنسان تقضي له حاجة، تقدم له خدمة بمالك أو بجاهك أو بسلطانك، تقف بجواره حتى تصبر ولا تتأفف ولا تمل، حتى ينجز عمله ويحقق هدفه وتتحقق حاجته، تتهيأ هذه الحاجة، يعني تنقضي حاجته. أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، يعني نجاك الله من الصراط وكتبت من الفائزين بالجنان. أعمال صالحة ذكرها النبي في هذا الحديث: سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تقضي له حاجة. أعمال صالحة تعيش أيها المسلم في بركتها. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر هام: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق، بعد ما عملت هذه الأعمال الصالحة، دخلت سرور على مسلم، كشفت عنه كربة، قضيت عنه دينا، أطعمته، سوء الخلق يفسد هذه الأعمال، فاحذروا منه. أتدرون ما المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المفلس فينا، قال الصحابة في بادئ الأمر: المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا ولعن هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم وضع في النار. العبادة، الأعمال الصالحة، الحج، الصلاة، الصوم، جاء من أجل حسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. تمام؟ هكذا الصوم، حينما أمرنا الله بالصوم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن امرؤ سابه فليقل إني صائم إني صائم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه هي التزكية الروحية. تعيش، تفعل الأعمال الصالحة، لا تتبعها بخلق سيء حتى لا تمحى، حتى لا تزال من سجلك. أنت الذي تحبط عملك بخلقك السيء. احذر الخلق السيء أخي الكريم. نبيك ورسولك كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، لم يسب حجرا ولا جمادا ولا حيوانا ولا إنسانا عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، اقضي الحوائج ما استطعت، وكل هم أخيك فارجا، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. أخي الكريم، لا تقطعن عادة الإحسان إلى أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات. اشكر ربك، واشكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا إلى الناس حاجات. وفقنا الله لمراضيه وجنبنا مناهيه، وجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخي الكريم، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن منتبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إني داع فأمنوا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت سبحانك علينا قادر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا مصر، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فعليك به، رد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله